اوعى تكون فاكر المطعم النظيف ده ديكوره جميل ومشغل موسيقى هاديه والويتر بيرمي لك كلام انجليزي كتير في النص والمنيو بتاعته مش فاهمين نص الحاجات اللي فيها. دي مش معناها ان المكان ده نظيف فعلا او جودته كويسه، في معايير تانية اهم بكتير. زي ان الويترز لازم يكونوا لابسين يونيفورم، ما ينفعش يكون اي حد منهم بيخرج بره المكان مثلا يقف يشرب سيجاره بره ويرجع تاني بنفس اليونيفورم ده ويدخل المطبخ، دي علامه كارثيه. الوجبه اللي بتجيلك ما ينفعش تكون مش سخنه كويس جدا والبخار طالع منها من كل اجزائها، لان التسخين جزء اساسي جدا من التخلص من اي بكتيريا موجوده في الاكل. لو انا طالب اكل بارد اصلا فلازم يكون الاكل ده مبرد بشكل واضح انه خارج من الثلاجه، ما كانش محطوط في درجه حراره الغرفه. مهم انتبه لعدد دورات المياه، عدد احواض الغسيل، عدد العاملين في المكان. هل الحاجات دي متناسبه مع الاقبال على المكان ولا الناس واقفه بتتزاحم والاوردرات بتتاخر والعاملين في المكان مش ملاحقين، فطبعا بالتالي مش هيقدروا يركزوا على الجوده، لان اهم حاجه بالنسبه لهم في الوقت ده ان هم يخلصوا في اسرع وقت ممكن. طبعا كل ده لا يمنع ان مهم جدا نختار مكان يكون متنظف كويس جدا، ارضيات نظيفه، الاطباق نظيفه، عدد سلل القمامه كويسه مناسبه جدا للمكان وبيتم تفريغها اول باول، التهويه في المكان كويسه جدا. خليكم في السلام.